التليفون ده شغال. الو 2 3 4. اهلا، مساء الخير، ازيك، عامل ايه؟ انا مبسوط اني معاك في اوضتك. انت منين؟ أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في الحلقة 7 من بودكاستكم المفضل. أيوة، أنا خليته مفضل وبفرض نفسي عليكم، وهو صدفه. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، اصطبحنا واصطبح الملك لله. قمنا بمنتهى الحماس والحيوية ورشينا مية قدام المحل ومستنيين نستفتح. أهو ده بقى حماس وفرحة البداية، وده انت في اول يوم في اي حاجة انت كنت عايزها، شغل، ريليشن شيب، مكان جديد، او اي شيء انت كان نفسك توصله وعشت كتير بتحلم بيه. كلك حماس وشغف وطاقة وتوصل، بس توصل وانت هتدغدغ الدنيا من الفرحة. احساس جميل قوي بصراحة، ربنا يوعد كل مشتاق. بس هل هيدوم؟ يا اخي يدوم ايه بس؟ دايما لوجه الله، كله بيخلص وبيعدي وبيجي غيره وبيخلص وهكذا. عشان كده أنا قررت النهاردة أرغي معاكم شوية عن مشاعرنا في بداية أي حاجة، وهل الإحساس ده بيفضل؟ طب هنتصرف إزاي في القصة دي؟ أهو أنت يا سيدي بقالك سنين عايش بتحلم توصل لشغل معين، أو حتى تتعلم تعزف بيانو. فضلت بتدور وتدور وتدور على فرصة شغل، وتنزل وتروح انترفيوز ومحدش يكلمك، وتكمل في رحلة البحث وترجع تروح انترفيوز تاني، وبعدين انت اللي ما يعجبكش المكان وما ترتاحش، لحد ما توصل للحظة المنتظرة. أخيرا finally بعد طول انتظار لقيت الشغل اللي انت عايزه. خلاص أنا هبدأ اهو خلال كام يوم، فلازم ولا بد وحتما طبعا تستعد. نعمل ايه؟ اوكي، انا هنزل اشتري هدوم اتليست الاول يوم. اغير موبايلي ولا عادي مش مستاهلة؟ ماشي، انا ما بستخدمش اللاب ومش محتاجه في شغلي تقريبا، بس مش مشكلة، هنزل اجيب له سليف جديد عشان لو في يوم احتاجته. انا اصلا مش هستنى اني احتاجه، انا هاخده معايا كده. وده كله لاني ما بهزرش، ده شغلي. انا بادئ بمنتهى الحماس والجدية اللي ممكن تبقى مبررة شوية. خليني اقول لكم ان ده كله عشان احنا في بداية اي حاجة تحديدا لو كنا عايزينها جدا وقعدنا مدة نستناها ما بنفكرش، عقلنا ده بيبقى واقف. الحماس والفرحة وكل المشاعر الجميلة دي بتبقى عميانة، احنا بنكون اوريدي واقعين في حب الفكرة بغض النظر تماما عن المجهود. بيبقى فيه احساس يوفوريا كده لمجرد انك واقف قدام الباب، مش واخد بالك انك حتى لسه ما مسكتش الاكرة عشان تفتحه. وده هيخليني يا جماعة اعرفكم بالدوبامين رش. هلو يا جماعة، ده الدوبامين رش. يا دوبامين، دول حبايبنا اللي انت بتعمل حفلة في دماغهم. خلاص تمام، اتعرفتوا. تعالوا بقى اقول لكم ان الموضوع علميا بيبقى عبارة عن حفلة دوبامين في الدماغ. بدايته بتبقى جرعة عالية جدا، يعني حدانا في الصيدلة بيقولوا عليها لودينج دوز. واللودينج دوز دي بتبقى عبارة عن جرعة كبيرة بنديها لما نكون عايزين نوصل تركيز معين في الدم بسرعة. مش موضوعنا. خليني اقول لكم بقى ان الدوبامين مش هرمون سعادة زي ما احنا فاكرين، ده هرمون توقع او المكافأة، واحتمال يبقى وهم. الدوبامين رش ده بيظهر عادي وانت قاعد فرد ظهرك، بس مجرد انك تتخيل الوصول والنجاح. يا سلام يا سلام على الكهارب اللي اتعلقت والافراح اللي اقيمت. انا مش عارفه انتوا هتبقوا فاكرين ولا لا، بس اصدقائي المتابعين الجيدين للستوريز بتاعتي ممكن يفتكروا انا كان ليا فيديو يا جماعه بعد ما حضرت حلقه لايف لماي فيفورت بودكاست. كنت بصوت، انا بجد كنت في نص الشارع في ميدان رمسيس عشان اكشلي هي كانت في القاهره، وبصوت من الفرحه واني هسجل حلقه معاهم في يوم من الايام. المهم يعني ان وقتها الدوبامين كان عامل عمايله معايا. انا بجد كان كل اللي مسيطر عليا وقتها فرحة اني حضرت وعملت حاجة كان نفسي فيها، فرحة الصور والهزار معاهم، وانه على فكرة بقى بصوا يا اخواتي انا زميلة، انا بعمل بودكاست اصلا وانتظروني يوما ما هبقى قاعدة معاكم. وقتها كنت غالبا لسه بادئة اصلا في اول سيزون وبكمل، ما بيسمعنيش غير امي واربعة اخرون. يعني الموضوع ما اختلفش شوية عن دلوقتي، بس it's okay، مش حوارنا. المهم انه لو نزلته هتفهموا يعني قصدي.
وانا متأكدة 1,000,000% ان طبعا عدى عليكم لحظات حسيتوا فيها بده. الرش دي بتخلق حالة من الرضا كده زيادة عن اللزوم، بتحسسك بشبع من نجاح وهم وانت اوريدي ما بدأتش. فلما تيجي تبدأ فعليا وتبذل مجهود تلاقي ان مفيش اي طاقة. بس خليني اقول لكم ان المشكلة اللي كل مرة طبعا بنتفاجئ بيها وما بنتعلمش منها خالص كأننا عبط ومغفلين، ان الجسم بيعمل توليرانس بسرعة برضو عادي. الجرعة اللي كانت بتبسطك في اول يوم بعد اسبوع مش هتحرك فيك شعر. الدوبامين دايما بيكون عايز الجديد. اول ما الحاجة تبقى مألوفة وبقت روتين الدماغ بيبطل يفرز نفس الكمية، فالدوبامين هينزل مش للليفل الطبيعي، هو هينزل لسبع أرض. وهنا هندخل في مرحلة الزهق. خدوا المفاجأة، احنا مش بنزهق من الحاجة نفسها، احنا بنزهق لأن الهرمون اللي كان وهمنا بالسعادة قل ورجع للليفل العادي بتاعه. عارفين شعور الصداع والأريافة اللي بيجي أول يوم رمضان واحنا طبعا كلنا عارفين ان هو بسبب نقص الكافيين؟ الزهق زيه كده بالظبط. الزهق اللي بيجيلك في نص مشروع هو مجرد أعراض انسحاب للدوبامين. دماغك بيحتاج يقف عشان يقولك انا كنت باخد انبساط اكتر من كده ومجهود اقل، هو في ايه بقى يعني ايه اللي بيحصل ده؟ والزهق مش معناه اي حاجة وحشة، هو بس معناه ان دماغك بطل ياخد رشوة عشان يشتغل. بنبدأ نحس بالزهق لاننا بنقارن اللحظة الحالية اللي هي بقت روتين بلحظة البداية اللي هي كانت انبهار. والانبهار ده كان سبب كبير جدا اننا اتعودنا على ليفل عالي من المشاعر. فلما الامور بقت عادية ومستقرة فكرنا ان في حاجة غلط، مع ان العادي ده هو الحالة الصحية الوحيدة اللي بتخلينا ننجز. والزهق نقدر نقول عليه ضريبة الاستقرار. فهتلاقوا في مرحلة الزهق احساس اننا طايرين بتاع البدايات ده بيختفي تدريجيا، وبنبدأ شوية بشوية نحس بتقل المسؤولية. فالموضوع ممكن يتحسب as a filter، ان الزهق بيصفي الناس اللي عايز تنجح بجد من الناس اللي بتحب شكل النجاح. وخليك عارف انك لو مستني مزاجك يبقى رايق عشان تشتغل يبقى انت بتسلم مفاتيح مستقبلك لهرمون متقلب. وطول ما احنا عايشين يا جماعة هنقابل انواع كتير من البشر. هتلاقي موجود الناس اللي بتحب تقص الشريط، برضو موجود الناس اللي بتحب تبقى موجودة من الاول خالص ومن اول ما المكان كان بيتبني. في ناس موجودة عندها ادمان البدايات، اول ما الموضوع يبدأ يدخل في الجد والروتين والمسؤولية اللي بتعتمد بشكل كلي على مجهودك انت دون النظر لأي حاجة تانية تحمسك يبدأوا يزهقوا ويدوروا على بداية جديدة عشان ياخدوا جرعة الدوبامين جديد. يبقوا زي اللي بيفتحوا 100 كتاب وما بيخلصوش ولا فصل. خليني اقول لكم حاجة personal شوية related بالحوار. انا في بداية البودكاست كان بيحركني الحماس بقوة دفعة عالية جدا جدا بجد من الدوبامين. طبعا سبورت كل اللي حواليا اللي يعرفني واللي ما يعرفنيش. بعد كام حلقة في سيزون 1 بدأ حماس اللي حواليا يقل واحدة واحدة، سواء بقى من ناحية الفيدباكس أو اوريدي عدد الناس اللي بتسمع. وحتى بعد ما وقفت شهر ونص ورجعت في سيزون 2 ما لقيتش ربع حماس أول حلقتين، وبعد ما كان في شخصين أو 3 انترستد جدا وهم اللي مكملين سبورت من أول لحظة وبكل حب وشغف، بقى مفيش ولا واحد حرفيا. فتعالوا يا حبايب قلبي أوضح لكم شيء أنا توصلت له. في حاجة كده ممكن نقول عليها وهم الالتزام الجماعي، وهو إن الناس بتبقى متحمسة لك في الأول كنوع من أنواع المجاملة أو الفضول، مش إيمان حقيقي بالحاجة اللي أنت بتقدمها. فلما الفضول يخلص الدعم تلقائي هيقل، ودي مش ندالة من الناس إطلاقا، دي حاجة بشرية. احنا اصلا مش بنقدر نقدم سبورت لنفسنا لاخر نفس بنفس القوه، فازاي نطلب ده من ناس غريبه؟ وكده كده في بدايه اي حاجه من فرحه وحماس البدايات بنبقى متوقعين ان السقفه والسبورت عقد طويل الاجل وانه شيء هيفضل مستمر معانا لاخر نفس. بس الحقيقه ان ده مجرد رد فعل لحلاوه البدايه. الناس بتسبورت الحدث مش المشوار. عشان كده أول ما المشوار بيبدأ والحدث بيخلص الزحمة اللي كانت حواليك بتبدأ تتسحب واحدة واحدة وتقل. It's okay تماما. مهم جدا إننا نبقى مقتنعين إن السبورت مش وظيفة حد، وإن الناس عندها حياتها. لازم نستوعب كويس إن مفيش حد عنده مخزون سبورت لا نهائي ليك. كل واحد عنده موبايله اللي بيفصل شحن وعنده مشاكله والتزاماته.
انك تطلب من الناس يفضلوا يسقفوا بنفس الحرارة لمدة شهور او سنين ده طلب غير منطقي تماما، لان كلنا عارفين ان السبورت طاقة متغيرة بتقل مع الوقت، وده طبيعي زي اي حاجة في الدنيا، مفيش شيء ثابت اصلا. الغلط مش فيهم ومش فيك برضو، بس نقدر نقول انه ممكن يكون كان غلط شوية في تفكيرنا، واننا عملنا حسابنا ان البنزين هيجي من بره دايما. الكلام لنفسي قبلكوا طبعا ولأي حد بيعمل أي حاجة. مهم قوي إنك تبقى عارف إن ما ينفعش تبقى قيمته في دماغك مرتبطة بسبورت وعدد شيرز ولايكس، لأن ده ببساطة هيخليك رهينة. أول ما الدعم يقل، وهو كده كده هيقل، هتحس إن اللي بتعمله ملوش قيمة وممكن توقفه. الشطارة إنك تبقى أنت مركز السبورت. سقفة الناس تحلية جميلة، بس الوجبة الأساسية لازم تكون إيمانك أنت باللي بتقدمه وبتعمله، حتى لو مفيش غير الشخص واحد اللي بيسمعك. فللأسف بجد الثبات والاستمرارية هما أصعب تحديات بتواجهنا كبشر، وإحنا أصلا خلقنا يا دوبك بنزهق بسرعة، معندناش طولة النفس إطلاقا. هنلاقي إن الكل بيعمل هيصة في الأول، بس قليلين اللي بيعرفوا يشتغلوا في صمت من غير شوشرة. والاستمرارية هي إنك تعمل الحاجة وإنت عادي، مش وإنت واو. هي انك تخلص شغلك في يوم وانت مودك وحش ومطفي ومفيش حد بيشجعك وما عندكش اي طاقة. النجاح الحقيقي مش في الخبطة الاولى، النجاح في الزقة اليومية اللي بتزقها لنفسك علشان تكمل. طب ايه رأيكم اننا نتعامل مع الاستمرار as a muscle؟ هنشتغل عليها كل يوم في الجيم. انا عمري ما هعرف اشيل 100 كيلو من اول يوم، بس تدريجيا وواحدة واحدة وبالتمرين هقدر اعمل ده. الاستمرار كده برضه في الأول بيبقى صعب وتقيل، وزيه زي التمرين فعلا. هتلاقي كل خلية في جسمك بتقولك كفاية مش قادرة، بس مع الوقت دماغك هيتعود على مستوى معين من المجهود. الخضة بتبقى في أول شهر بس، بعد كده الموضوع بيبقى جزء من شخصيتك. انت مش بتبقى بتحاول تستمر، انت بتبقى شخص بطبعه مستمر. وعلى ذكر الشغف، ممكن نحطه كده versus النظام. لو اعتبرنا ان الشغف ضيف بيجي وبيمشي بمزاجه، فالنظام هو صاحب البيت، الشخص المقيم. فلو في يوم انت مستني الشغف عشان تذاكر او تعمل اي حاجة مأجلها، فانت كده بتسلم مستقبلك لظروف انا مش ضامنها وما ينفعش حد يعتمد عليها. بس الاستمرار محتاج نظام، يعني مواعيد ثابتة، خطوات واضحة، ومكان مخصص. السيستم هو اللي هيساعدك ويسبورت فكرة الاستمرار، هو اللي هيخليك تشتغل وانت مش طايق، لان ببساطة ده اللي المفروض يحصل دلوقتي. وبرضه ما ينفعش تسيب نفسك لدماغك ان هي تصور لك ان الاستمرارية والمثالية باكج واحدة اطلاقا. انت لو فكرت فيها شوية هتلاقي اكبر عدو الاستمرار هو البرفكشنزم. اصل طول ما انت فاكر انك لو ما عملتش احسن حاجة يبقى فاكس ما تعملش، عمرك ما هتعمل حاجة. لان عشان يبقى في استمرار حقيقي لازم تتقبل فكرة انك النهاردة بتطلع نسخة باهتة من شغلك لان طاقتك 10% بس. طب ما حلو جدا، المهم انك طلعت 10%. انتوا عارفين كويس ان الاستمرار هو انك تفضل في الملعب حتى لو بتتمشى مش بتجري. خليك مدرك ان استمرار السعي رغم انعدام الشغف فعلا حاجة كبيرة ومهمة، وتستاهل تكافئ نفسك عليها بالطريقة اللي تحبها. مستناش ان الدوبامين هو اللي يضحك عليك. وفي الاخر احب اقول لكم، البدايات دايما حلوة وحلوة قوي كمان، بس اللي بيعيش هو اللي بيقبل ان النهايات والمنتصفات ممكن تكون عادية او حتى مملة. الموبايل مش هيفضل 100% على طول، الشطارة انك تعرف تستخدمه وهو على اللو باتري. ويا رب ما كنتش طولت عليكم، وماتش لوف. استنوا قبل ما نختم، انا مش ناسية خالص حوار الاغاني. طبعا الحلقة اللي فاتت واللي قبلها ما كانش فيهم، وده ببساطة عشان تم مهاجمات بسومة يا جماعة من الكوبي رايتس والحاجات العبثية بتاعت الانترنت دي. فلو عايزة اسمعكم اغنية في كل حلقة، انا كده مضطر اتجه للراديو واعمل برنامج فعليا عشان اعرف اسمعكم اغاني براحتي. فاعذروا هذه الاعطال الغير مقصودة، وممكن بعد كده اقول اغنية لو انا جاي في دماغي حاجة انه جماعة يلا بينا نسمع دلوقتي مثلا سنين بتاعت توليت. هتقولوا لي ليه؟ هقول لكم علشان فيها الحتة بتاعت ورجعيني لحلاوة البدايات.
which is relatable مع حلقتنا، ونروح كلنا نسمعها. وبس، شكرا بجد من قلبي ان انتوا تسمعوني. much love.